الفيلم بيبدأ ببيت بيتحرق، وبنشوف واحدة اسمها جريس غرقانة في دمها وقاعدة على السلم اللي قدام البيت وبتدخن سيجارة. من كتر الضغط والتعب جالها حالة ذعر وأغمى عليها، فالمسعفين خدوها بسرعة على المستشفى. جريس فاقت وهي متكلبشة في سرير المستشفى، وبدأ المحقق باسيت يستجوبها. قعد يضغط عليها عشان يعرف إيه اللي حصل في الحريق، وإزاي لقيوا جثث دانيال وباكي وسط الخراب، وإيه سر الدم اللي على فستان فرحها ده وهو أصلاً مش دمها. بعدها بشوية وصلت أختها فيس اللي كانت مقاطعاها وبقالهم 7 سنين ما بتشوفهاش. جريس حكت لها فيلم الرعب اللي عاشته مع عيلة ليدوماس وإزاي نجت منهم، وقصة مقابلة روح السيد لابل. فيس كانت متضايقة عشان حالة أختها، بس في نفس الوقت ما كانتش مصدقة حوار الروح والحاجات اللي ورا الطبيعي دي. في الوقت ده تشستر دانفورث الراجل العجوز الضعيف ده عارف بخراب عيلة ليدوماس وإن جريس لسه عايشة، فراح باعت رسائل لكل العائلات الكبيرة اللي كانوا معاه في المجلس الشيطاني بتاع زمان، ناس زي إجناسيو ووينسينج والأخوات مادو وفيراج وبيل ويلكنسون. تشستر نادى أولاده التوأم أورسولا وتيتوس، بس هم اتضايقوا لما عرفوا إنهم مش هيورثوا القيادة كده أوتوماتيك، وأبوهم أصر إنهم لازم يمشوا على قوانين ليبل. التوأم ما كتبوش خبر، راحوا خانقين أبوهم بالمخدة ومات، وقرروا يجمعوا بقية العائلات. والمحقق باسيت بيستعد عشان يحبس جريس، ظهر بيل فجأة وراح ذبحه بسكينة في رقبته. جريس وفيث هربوا، وجريس خدت مسدس المحقق معاها. بيل حاول يقتل جريس عشان يسيطر هو على السلطة، بس فجأة انفجر وبقى حتت، وده رعب فيث جداً. بعدها بشوية وصل ناس مسلحين ورموا عليهم غاز وشلوا حركتهم، وفهموهم إن بيل كسر القواعد لما اتحرك قبل ما اللعبة تبدأ، وعشان كده سلالته كلها انتهت. رؤساء العائلات اتجمعوا في عزبة دانفورد، ووصل إجناسيو وعياله، وكمان تشان سينج جت ومعاها ابنها الرخم تشانغ فو، ومادو وفيراج جم ومعاهم مارتينا مرادو، وكان معاهم واحد غامض ملقب بالمحامي. ده بقى فهم جريس وفيث إن بما إن جريس كسبت في لعبة الاستغماية المميتة اللي فاتت، فمن حقها تمسك قيادة المجلس، بس بشرط لازم تنجو من مطاردة تانية لحد الفجر، ولو محدش لبس خاتم المجلس قبل الشروق ليبال هينفخهم كلهم. جريس رفضت في الأول، بس هددوها بقتل أختها فيث فوافقت غصب عنها. الأختين فقدوا الوعي تاني وصحيوا لقوا نفسهم في ملعب جولف وبدأوا يهربوا. التوأم أورسولا وتيتوس كانوا مرتبين الدنيا لصالحهم من ورا الكل. إجناسيو وفيراج وتشان سينج بدأوا المطاردة، والباقي بيراقبوا بالكاميرات. إجناسيو حاول ينشن عليهم بس خاب، وفجر خزان غاز بالغلط بسبب خدعة عملتها الأختين. فيراج نجا من الانفجار، بس جريس اتعورت. الأختين هربوا ودخلوا مبنى، وفيراج كان وراهم. لقوا منشار وكسروا الكلبشات، بس هو سمع الصوت. قدروا يغلبوه ورموه جوه غسالة ضخمة وشغلوها على دورة التعقيم، فالراجل اتسلق حي ومات. مادو لما شاف المنظر جاله رعب وخاف يكون عليه الدور، فتنازل عن مكانه لمراته مارتينا اللي هزقته عشان جبنه، بس وقعت العقد مكانه. بعدها الأختين استخبوا جوه الكازينو وقعدوا يداووا جروح جريس، وبدأوا يفتحوا قلبهم لبعض ويحكوا ليه جريس سابت أختها زمان وراحت نيويورك. قطعتهم تشان سينج وعرضت عليهم ثغرة في القانون إن جريس تتجوز ابنها تشانغ فو، وبكده عائلتهم تمسك السلطة وجريس تعيش، بس هي رفضت عشان مش عايزة تدخل في طائفة شيطانية. إجناسيو لقاهم وحاول يضرب نار، بس جريس استخدمت سيف تشان سينج وذبحته، وبما إن القواعد بتمنع العائلات تقتل بعض، تشان سينج وابنها انفجروا هم كمان. الأختين حاولوا يطلبوا مساعدة، بس التوأم أورسولا وتايتس عملوا لهم فخ عند البوابة. مارتينا جت بالعربية وراحت كسر البوابة وهربت، وده فتح سكة لجريس وفيث إنهم يجروا. جريس قالت لأختها تهرب هي وتنقذ نفسها. جريس وقعت في كمين فرانشيسكا، وتايتس قعد يضرب في فيث بغل. جريس قدرت تعمي فرانشيسكا بالرذاذ وتضربها بلوحة مفاتيح لحد ما فقدت الوعي.
أرسولا منعت أخوها يقتل فيث عشان يجروا رجل جريس، وفعلاً جريس طلعت لهم وهي معاها بندقية. فرانشيسكا رجعت تاني تهاجم، فجريس خلصت عليها بالرصاص. تايتس هدد يقتل فيث قدام عين أختها، فجريس عملت حركة يائسة وعرضت عليه تتجوزه عشان يدوق السلطة اللي بيحلم بيها مقابل إنها تعيش. هو وافق، وبدأوا يجهزوا الفرح ونظفوا الأختين. أرسولا قالت لجريس إن أخوها تايتس ده مجنون وهي اللي كانت لجماه. هو سمعها وراح كاسر رقبتها وموتها. المحامي بدأ يكتب الكتاب، وأول ما الجواز تم تايتس مسك الخاتم وشاف نفسه. راحت جريس مطلعة خنجر وغرزته في رقبته كذا مرة. قالت له: أدينا بقينا عيلة واحدة ومفيش قانون يمنعني أقتل عيلتي. فيث راحت شايطة جثته في حفرة مليانة جثث. جريس دلوقتي هي اللي في إيدها كل حاجة. راحت رفضت المجلس ورفضت العنف ده كله ورميت الخاتم في الحفرة. الباقيين قعدوا يضربوا في بعض عشان يلحقوا الخاتم، ومع أول خيط شمس بدأ عقاب ليبل، وكلهم قعدوا ينفجروا واحد ورا التاني في منظر دموي مرعب. مادو افتكر نفسه هرب، بس فجأة بوم انفجر هو كمان. السيد ليبل ظهر لجريس وفيث وهز راسه كأنه بيحييهم على شجاعتهم، والمحامي سابهم ينفوا. جريس خدت معاها معزة، والأختين خرجوا من العزبة وهم بيصالحوا بعض وقرروا يبدأوا صفحة جديدة.